وطبعا لما نتكلم على الوسائل الصحية في الطهي طبعا بنتكلم عن الشوي وعن الطبخ بالبخار وعن السلق، ونبعد تماما قدر الإمكان عن القلي والتحمير، لأن دول للأسف بيبقوا مليانين دهون مهدرجة اللي هي ليها تأثير سلبي على الجسم. بالإضافة أن التحمير وخصوصا تحمير حاجات زي الناجتس والفراخ البانيه والبطاطس المحمرة، كل الحاجات دي بتكون مادة مسرطنة بنسميها أكريلاميد، ودي طبعا هيبقى ليها تأثير خطر عليكي وعلى الجسم. نبعد برضو عن اللحوم المش مستوية أو اللي سواها مش كافي، ونبعد عن اللحوم اللي مليانة دهون أو اللحوم الملبسة، لأن احنا عايزين نقلل الدهون الصلبة. طبعا هنحتاج دهون لأن الدهون مهمة جدا لتكوين مخ والجهاز العصبي للطفل، ولكن بنلجأ أكتر إلى الدهون الموجودة في حاجات زي الأفوكادو، زي المكسرات اللي موجودة كمان في الأسماك الدهنية، مهمة جدا جدا لأنها مليانة أوميجا 3 المهمة لتكوين مخ الطفل، وبنحتاج ناكل منها بشكل يومي. حاجات زي السلمون، السردين، الماكريل، عندنا السمك التعبين، كل ده لو قدرنا كل يوم ناكل قطعة منه أو يوم بعد يوم ناكل قطعة كبيرة شوية هتبقى هايلة لنمو المخ في الطفل. وطبعا هنحتاج نقلل الملح بشكل كبير، ويا ريت مش بس فترة الحمل، حتى من غير فترة الحمل. الأملاح ما نزودهاش واحنا بنطبخ، نحط توابل، عندنا أنواع كتير من التوابل نقدر نحطها، وخلي الملح جنبنا لو حسينا ان الطعم محتاج ممكن نزود. ونفس الشيء بالنسبة للسكريات، ما نضيفهاش بشكل يومي ونبتدي نقلل الكميات اللي بناخدها. وطبعا مش هوصيكي ان التدخين ممنوع تماما، كحوليات ممنوعة تماما فترة الحمل.